الخيل برا ناطرة وضابط السجن برافقك لخارج أتينا. لازم نترك أتينا هلأ لأن السفينة رجعت والإعدام بكرة. بدكن قابل الشر بالشر، بس انت ما بتستحق هالموتة. يعني بدك اني استحقها؟ شو رح يقولوا عنا الناس؟ نحن أصحابك ما سعينا لك، ما دفعنا حتى نخلصك. هل لازم نشغل بالنا بكلام الناس او في مقياس تاني بيحكم تصرفاتنا؟ الناس اللي حكموك ارادتهم السرية انك تهرب. الانسان دايما اسير مواقف وقفها ومبادئ طرحها. أتينا ظلمتك. افترضوا انا وفالل من السجن، انتصبت القوانين وسألتني شو بيك هربان مثل اللص. ليش بدك تهدم القوانين إذا القضاة أساءوا تطبيقها؟ يا سقراط، أنا ما التقيت بأعظم منك. أنت ملك حقيقي ورايح على الموت متوج بالحكمة والفضيلة. تعرفوا لي شي مطرح برات أتينا ما فيش موت؟ فإذن أنتم منعوني أهرب إذا أنا فكرت بالهرب. أنا ما وديت على الموت، هيدي إرادة الأكترية. بكرة التاريخ بينسى الناس اللي صوتوا ضده وبيحكم علي. أنا القاضي ديمتريوس وبتلحقني لعنة الأجيال. بيقولوا حكم على سقراط، يا ريت بيهرب يا ريت بيهرب. الحراس أعلنوا الليل، صار لازم تشرب السم. يا معلم وسامحني سامحني. سامحتك يا صديقي هلأ وبعدين، سامحتك بهالزمان وبكل زمان، وبقلك سامحني سامحني. ويسود لون الذنب بقى وتضيع أيام النقم، وهالعمر وردي الموت جاي يسرق. خدوك زنتيبي عالبيت ما بدنا بكي، نحن وعم نقرب صوب المصدر. فتحت أبواب الليل والموت قصيدي، فتحت أبواب الليل والموت قصيدي. عطوني يا حراس الكاس، نتعشى سوا نتعشى سوا عشان الأخير. لشو اتمسك بحياة ما بقى تعطيني شي، وشو نفع التأخير؟ ناولوني الكاس.
الشعارات وإقلال المكرسين. يا معلم، احكي لنا عن الرغبات. الجسد ورغباته هن مصدر الحروب. وبنسأل وين بتروح الروح لما بتترك الجسد؟ النفس اللي فوق الشهوات تنتظرها السعادة بصحبة الله، والنفوس الخاطئة ترجع لها العالم تنحبس بجسم جديد وبأشكال جديدة. بتآمن بالآلهة؟ آلهة تاكل وتشرب، آلهة تتجوز لا. أنا بآمن بإله واحد خالق هالكون. لا تحزنوا يا أصحاب، الإنسان بيبدأ يموت من ساعة ما بيولد. من ساعة ما بيولد. يا كريتون، علي نذر تبقوا في عني. الحقيقة